بس ثانية ما تقلبش، في ثانوي في اعدادي ايا كان مرحلتك العمرية، في الجامعة خريج، الترجمة عاملة لك مشكلة في الانجليزي. تعالى لي الفيديو ده ليك. انت مشكلتك لحد هذه اللحظة انك لسه بتحفظ كل كلمة بمعنى واحد. فانت جيت يحصل على خلصت اي جيت هوليداي، حصلت على هوليداي، تسمع جيت في اي حتة خلاص كده سبتت معاك وقفلت معاك. فاديني من عمرك دقيقة احل لك بقى هذه المشكلة وافك لك لغز الترجمة وايه اللي مسبب لك مشكلة معاها لحد هذه اللحظة. بدون تضييع وقت يلا بينا. لنا في رسول الله أحسن أسوة وخير طريق في الورى نجو أحمدي. زي ما قلت لك، انت مشكلتك انك بتحفظ الكلمة بمعنى واحد بدون اي تفكير في ان يكون ليها معاني اخرى، والترجمة مش بتتحسب كده. والله ما بتتحسب كده يا صاحبي. الفكرة ان الترجمة بتيجي على حسب سياق الكلام. نفس الكلمة ممكن تدي اكتر من معنى، والنهارده هنناقش كلمة منهم عاملة مشكلة وعاملة أزمة من أكتر الكلمات تكرارا في اللغة الإنجليزية، ألا وهي كلمة get. الاستخدام الأول هو get somebody، ده اللي هو إنك حيرت حد أو لخبطته. فبتتقال كتير قوي في الافلام لما واحد يتحط في موقف هو مش عارف يرد او مش عارف يتصرف او مش عارف يعمل ايه بالظبط في هذا الموقف، فيقول له you've got me there. you've got me there. اتنين، can't get over something، انك مش قادر تتخطى حاجه. موقف انت اتحطيت فيه زعلك جدا. I can't get over how rude she was. مش قادر انسى، مش قادر اتخطى، مش قادر اعدي كم كان هذا الشخص وقح. فصدقني لو انت من هذا النوع، فانت محتاج بس انك تفهم ان مفيش حد بيراعي غير لبن المراعي. فما تقعدش تراعي والا انت هتبقى احد. ولا بلاش التالتة get going. get going اللي هو يلا بينا. يلا بينا بمعنى احنا قاعدين مثلا، اتفقنا على حاجه هنتغدى او هنروح مكان، انا هنسافر في حته او في مشروع معين هنبداه او ايا كان. let's get going. let's get the project going. يلا يا جماعه نبدا الموضوع ونتحرك، او يلا يا جماعه نقوم نمشي ونتحرك. الرابعه get somewhere. get somewhere هو انك تحقق نتيجه في حاجه معينه. انت كنت عمال تجتهد مثلا، عمال تتمرن في الجيم او عمال تذاكر حاجه معينه او تعمل نشاط معين، فبدات تشوف نتيجه. oh I started to get somewhere. ودي اللي هي عكسها get nowhere zero، يعني عمال تجتهد 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 ومفيش اي فايده. زي ما قال لك استمراريه السعي بتؤدي لحتميه الوصول. انا جاي لك من المستقبل وبقول لك مش دايما، احيانا استمراريه السعي لا تؤدي لحتميه الوصول الا ان يشاء الله شيء اخر. الخمسه there is no getting away from something. في حاجه كده انت عملتها او في موقف حصل وما تقدرش تهرب من هذا الموقف. there is no getting away from it. لازم تعترف بالحقيقة مهما كانت مرة. لازم تعترف انك فضلت تيجي على نفسك تيجي على نفسك تيجي على نفسك عشان الاخرين، لحد ما الاخرين عملوك ممسحة وفي الاخر رموك عشان قدمت. ستة what are you getting at. getting at اللي هو انت عاوز تقول ايه بالظبط، ايش تقصد، يعني ايه، يعني ايه اللي انت بتقوله ده، ما معنى هذا الكلام. what are you getting at. ابوك مثلا لما عمال يقول لك خالتك ان شاء الله مهندس، راح سافر، بنى بيتهم، طلع بالرابع مع ابوه، يا حاج بتلمح لايه. what are you getting at. فعايز يلمح لك بحاجه. what are you getting at. مامتك مثلا بعد ما اعترفت لها بابشع واسوأ شيء كان ممكن تعترف لها بيه في لحظه صفا مثلا وانتوا قاعدين جنب المطبخ مثلا وانت واقف جنبها، هي الصبح على الفطار مثلا وهي بتلمح لها كده، يا حاجه مالك انت هتفتشي السر ولا ايه. what are you getting at. سبعه واخيرا get into، اللي هو ايه اللي حصل للشخص ده. what has gotten into محمد. ايه اللي حصل لمحمد. he's been strange، غريب كده متغير بقاله فتره. what has gotten into you. مالك كده متغير بقالك فتره. زي مثلا انك حد معين يكون عايز مصلحه معينه وبعد انتهاء هذه المصلحه تحس ان الود اختلف، العلاقه اختلفت، التعامل اختلف، ففجاه تلاقي انستجرام يوزر، فيسبوك يوزر، فتقريبا هو غير اسمه او في حاجه غلط حصلت بس مش عارفين هي ايه. what has gotten into him. I don't know، ما نعرفش والله ايه اللي حصل. فزي ما شفت كلمة get ممكن تتغير على حسب السياق. فافهم ان الترجمة يعني ببساطة، افهم الترجمة. كفاية اللي بيتعمل فيك وكفاية الخوازيق اللي انت عمال تاخدها، ريلاكس كده وفوق وافهم ان الترجمة لو استوعبتها استوعبت ان الكلمة قد يكون لها اكتر من معنى، مستواك هيتقل 180 درجة. ولو عجبك الفيديو بغض النظر عن هذه الافيهات، تابع معانا، اشترك، شير في الخير، واكتب لي في التعليقات لو عايز idioms معينة
تتعلق بكلمات معينة، أو لو عندك أي مشكلة تانية في اللغة سيبها لنا. ما تنساش تسأل على الكورسات الصيفية أو غيرها لو عاوز تطور من نفسك في الإنجليزي. نقول تاني، أنا إبراهيم الشراوي ودي مدرستنا أونلاين، وجزانا وجزاكم الله كل خير، والسلام.